مساء الخير خياتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه وبالف عافيه ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم الشخشوخه، شخشوخه الظفر، تاع الاصطناعيه، يعني ماشي تاع اليد. حبيت نشاركها معاكم، يعني طريقه سهله وتجي بنينه تاني. لازم نبدلو هنايا كما تعرفوا بلي نهار الجمعه كل وحده واش دير، كاين اللي دير طعام، كاين اللي دير بركوكس، كاين اللي دير شخشوخه، كاين اللي دير رشته. انا هنا اختاريت باش ندير هاد الشخشوخه، يعني العائله تاعي كامل تبغيها. كيما راكم تشوفوا كيفاش خرجت معنا، جات تهبل، جات واحد البنه ما نحكي لكمش. كيما راكم تشوفوا هنايا كنت حطيت الشخشوخه تاعي في القصعه، وكنت ضفت لها تاني شويه تاع الزيت بيان سور هكا باش ما تلصقش معانا. كيما هكا حطيتها، شمختها كامل بهذاك الزيت، ومن بعد حطيتها في الكسكاس طفور. ومن بعد نروحوا للبويون اللي راح يرافقها. كيما هكا كنت حطيت المغرف تاع السمن وزدت عليها شويه تاع الزيت، خليتهم ذابوا شويه، ومن بعد حطيت عليها هذاك الحبه تاع بصل كبيره مرابيه، ومعها زوج سنينات تاع الثوم. ونحطوا هذاك الطرف تاع الدجاج. هنا درت انايا درت فخاد، يعني الدجاج على حسب العائله تاعك. كاين اللي يديروا تاني معاها اللحم تاع الغنمي تاني تجي ما شاء الله. وقليتهم بيان، ومن بعد حطيت عليها هذوك لي زيبيس. كنت درت الملح وراس الحانوت وشويه تاع سكنجبير والفلفل الكحل والفلفله حمراء، يعني فلفل حلو. كيما هكا قليتهم بيا، وزدت عليهم تاني مغرف تاع طوماطيش تاع الباطا، هكا باش نقلوها غايه، باش هذيك القروسيه تاعها تروح، ما نستدنوهاش كي نولو ناكلو في الشخشوخ. ومن بعد بعد ما قليتهم غايه، ايا زدت حطيت عليهم شويه تاع الحميصه، كنت ديجا مشمختها وكانت في الكونجيلاتور يعني. حطيتها مع الاول. هنا الا كانت عندك الحميصه طايبه ما تحطيهاش مع الاول، خلي حتى كي تشوفي باللي صاي دخلها الدجاج دخل الطياب وكامل حطيها. حطيت عليها تاني شويه تاع الماء، هكا خليتهم يتقلاو في خاطرهم، يعني ما كترت لهمش في الاول الماء. يعني تقدري تاني تضيفي معاها شويه تاع زوج حبات زروديه ولا كورجات ولا يعني اللي يكون عندك. انا هنا قررت باش نديرها هكا غير بالحمص والدجاج. وهنا كنت مرقتها كيما هكا، يعني ما نكترولهاش الماء بزاف، هكا باش يجينا البويون شويه ثقيل. وبعد ما طابت معايا هذيك الشخشوخه، بعد ما فارت عفوا، نحيتها وبديت نحطيتها كامل في القصعه كيما هكا. ونجيبو كاس تاع الماء، يعني هنا راح تديلي حوالي كاس تاع ماء، ونبدو نرشوه غير بالعقل كيما هكا. نرشوها كامل، ومن بعد ضفت عليها شويه تاع الملح، يعني الملح على حسب يعني كل وحده وتعرف كيفاش تحط الملح تاعها. وهنايا بديت نرش فيها كيما راكم تشوفوا. هنا قلت لكم هدات لي حوالي كاس تاع ماء، يعني قاعد تخليها فيها الماء، يعني راح تشرب. انا دوك نخليها هنا تريح حوالي واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق. كيما راكم تشوفوا راهي نشفت معايا، شربت كاع هذاك الماء هكا، باش كي نمرقوها من بعد في الماء ما راحش تشرب لنا البويون بزاف. وهنايا حطيتها في الكسكاس ودرتها فارت. وهنا بعد ما فارت للمره الثانيه كنت جبت هذاك البويون تاع الشخشوخه كي طاب، نبدو نحو فيه هذاك اللي يجي غير من الفوق، هذاك الزيت، هذاك اللي يكون في الكيكوطه من الفوق، نحوه ونشربوا به الشخشوخه تاعنا. يعني هذيك البنه كامل راح تشربها معنا. يعني هنا بلا ما تحطيها في القصعه، ولا حطيها ديريكت في الكسكاس، خليها كيما هكا وبدي تحركي، يعني ما تخافيش تقولي تتعجن ولا تلصق، ما راح يصرى لها والو. ونرجعوها تفور للمره الثانيه. ومن بعد هنايا كنت نحيت هذاك الفخاد تاع الدجاج باش نحمرو في المقله، ونقلع تاني هذاك الحمص باش تاني نديروه في التزيين. يبقى لنا هذاك البويون كيما هكا. من بعد راح نمرقوا عفوا نحطوا فيه الشخشوخه تاعنا تتجمر.
هنايا تاني كنت نقصت شويه هكا باش ما تشربليش كاع البويون، يبقى لي شويه نخلوه بجيه. ومن بعد نروح نجيب الشخشوخه بعد ما فارت لي للمره الثالثه، نحيها كيما هكا، نديروها في قصعه ونخلوها كيما هكا، نحطوها ونضيف عليها هنايا مغرف تاع دهان ندوبها فيها. يعني تقريبا هي نفس كيما الطعام والبركوكس وكامل كيما هكا، ندوبو كامل هذيك الدهان. ومن بعد نجيبو هذاك البويون. انا درت هنا في نفس كيكوطه، يعني كيكوطه ثقيله يعني ماهيش خفيفه ولا، ونفرغ فيها هذاك الشخشوخه تاعي تلفت لي كيما هكا، ونخلوها تتجمر فوق النار على نار قليله، يعني ما نزيدولهاش للنار، خلوها تتشرب كامل هذاك البويون تاعنا. وهنايا بعد ما تشربت هذيك البويون هذاك وتجمرت وكامل، نبدو نحطو. انا حطيتها في هاد الزلافه كيما هكا، نحطوها كامل. انا كانت هذيك النص باكي يعني دارت لي هاد الزلافه كيما راهي كيما هكا، يعني باكي تاع شخشوخه راح دير لك 2 طباسه كيما هكا. ومن بعد هنايا كنت حطيت لها في التزيين تاني، حطيت لها درت لها هذاك الفخذ تاع الدجاج كيما قلتلكم كنت حمرته. ونحطوا الحميصه. هنا كاين اللي تقدر دير البيض مغلي، ديري زروديه، القرعه، يعني التزيين اختياري. انا خليتها كيما هكا سامبل. زدت لها تاني جوه تاع الحار، يعني هنا شخشوخه لازم تكون حاره كيما هكا. يعني هذا هو الطبق تاع الشخشوخه تاعنا. جات ما شاء الله، جات واحد البنه هايله. نقولكم خياتي ما تنساوش ديروا لي جيم وديروا لي ابوني للقناه هكا باش يوصلكم كاع جديد تاعي، وما تنسوش تجربوا الوصفه وتعطوني رايكم في التعليقات. ان شاء الله صحيتو.